السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم الفيديو مالتنا هو عمل التاكسي، شغل التاكسي بالعراق. نريد نشوف قد الشخص يشتغل تاكسي تقريبا مثل 5 ساعات 4 ساعات 6 ساعات، يقدر يحصل خلال هذا الوقت فترة فلوس خلال هاي الفترة. حاليا هاي أول رحلة جتنا بحي النداء، هناخذها ونشوف. طبعا هاي أول رحلة أخذناها من حي النداء إلى حي السلام على تاكسي شركة كريم. طبعا نبدأ نسولف على الشركات الموجودة بالنجف الأشرف تشتغل تاكسي. هواي أكو شركات إخوان تشتغل تاكسي بالنجف الأشرف، بالعراق محافظة النجف الأشرف. واحدة من الشركات اسمها شركة كريم، وغيرها شركة أوبرا وتاكسي أمين وتاكسي بلاي وغيرها من الشركات بتشتغل بالنجف الأشرف تاكسي. طبعا الأفضل من ذن الشركات أكو بالنسبة إلي، يعني رأيي الشخص، أنا ما لي دخل بالكباتن. أكو كباتن يختارون شركة أوبرا يقولون أحسن من غير شركة، أكو يقولون شركة كريم، أكو يقولون شركة بلاي. طبعا بالنسبة للكابتن أنا برأيي شركة كريم أحسن أو أفضل بهواي من بقية الشركات، يعني مو بهواي بس أكو فرق بينها وبين بقية الشركات. ليكون شركة كريم يعني بيها هواي مميزات. أول شي بيها الدفع أونلاين المحفظة، كذلك بيها العروض والضمانات تجي للكابتن. طبعا الضمانات هاي الموجودة انه الكابتن طول وقت ساعات محدد يشتغل بهاي الساعات المحددة، يحصل ضمان محدد على عدد الرحلات هو اللي ياخذهن. وهذا الشيء ما موجود بغير شركات، وحتى لو موجود بغير بقية الشركات فيكون الشروط الخاليها على هذا الضمان أصعب من ما الشروط الموجودة بشركة كريم. كذلك كريم يعني تصرف هواي على كباتنها وزبائنها. يعني أنا من أحكي إنه أقول شركة كريم أحسن من بقية الشركات، لأنه شركة كريم أول شي تعطي ضمانات للكابتن. طبعا مو الكابتن واحد، كل الكباتن موجودة، ضمان مفتوح، أي كابتن يقدر يحصل هذا الضمان يستفاد منه. إضافة تعطي عروض وضمانات إلى الزبون. الزبون هواي تجي ضمانات وعروض إنه هو يقدر يحصل مثلا رحلات مجانية وغيرها من الضمانات اللي توصل للزبون، من غير الهدايا، من غير هواي أمور. ومعروفة طبعا شركة كريم خاصة ببغداد معروفة أكثر مما موجودة عندنا هنا بالنجف. فشركة كريم أنا أشوفها تخسر هواي أكثر مما بقية الشركات. بقية الشركات يهتمون مثلا بس مثل ما نقول بالشركة نفسها، يعني الكابتن يعطوه ضمانات بس مو نفس الحوافز والضمانات الموجودة عند شركة كريم. احنا هسه ما نريد نحكي وننتقد شركات وندخل بمواضيع مو يعني بغنى عنها. فالقصد من الكلام انه شركة كريم بالنسبة للكابتن كرأي شخص احسن من بقية الشركات، وبالنسبة للزبون كذلك. هاي الشركات الموجودة. شلون تبدي تسجل بهاي الشركات؟ طبعا لازم عندك سيارة جديدة، يعني سيارة حديثة لازم عندك وهذا الشيء شرط الأول، شلون ما نقول الأساسي والأول من جانبك ومن جانب الشركة. يعني أنت اليوم من تشتغل بشركة أوبرا وكريم وكوبرا طشتها أنا العفو، المهم أوبرا وكريم وغيرها من الشركات لازم سيارتك حديثة. لأن أغلب الشركات التاكسي احنا عندنا من تشتغل بها يطلع لك الزبون بمكان، يعني تروح له تتعنى له للمكان الموجود بيه، وترجع تاخذ من المكان الموجود بيه تاخذه توديه لمكان ثاني هو اللي يريده الزبون. فهذا الشيء يسوي هذا يعني يستهلك السيارة استهلاك قوي، خاصة احنا باجوانا. طبعا اجواء العراق بالصيف الظهريات درجة حرارة 50. هسه مثل ما تشوفوها هذا التصوير كان الظهر، كان درجة حرارة 45 40 50 بالحدود. يعني لا، إذا سيارة من هاي الاعتيادية رؤوسة تعطال وما تفيدك تخسر. يعني أنت تحصل لك مثل كروة قيمتها 3000 عراق 4000 يعني دولار دولارين، تخسر أنت
تقريبا أقل شي 25 $30 $40 $50,000 $60,000 دينار عراقي بس تصليح إذا ما تعبر 100,000. فهذا الشرط الأساسي هو تقريبا المهم بالنسبة إلك وبالنسبة للشركة، إنه لازم عندك سيارة حديثة أو بيها تبريد. طبعا بيها تبريد هذا الشيء من جانبك، انت لازم اكو سيارة بيها تبريد، لان انت الظهريات بدرجة حرارة 45 ما تقدر تشتغل وتاخذ راحتك مثل ما يعني السيارة بيها تبريد وباردة ومرتبة. فهذا الشرط الأساسي. الشرط الثاني هو موبايل، ماكو شخص ما عنده موبايل أو تليفون بهذا الوقت، ويكون عندك متواجد عندك انترنت تقدر تكنك وتفتح الخطر دائما، حتى تقدر شو ما نقول تاخذ كراوة عن طريق البرنامج. طبعا انا هذا الفيديو قاعد اسجل صوت مالته بالمونتاج، لان ما قدرت اطلع صوت مالته الحقيقي، لان صارت وي دائما وشة وضوضاء كلش قوية، فمن منتجه ضفت وياه الصوت. هذين المناطق هسه اغلبيتهن بالنجف، يعني هسه مثل هذا شارع المدينة او غيره، مثل حي الفرات والسلام والغدير اغلب والنداء، يعني اغلب المناطق الموجودة بالنجف هاي بهذا الوقت تصير فارغة، يعني ماكو ناس قلة مثل ما تشوفون هسه يعني الشوارع ما موجود بيها ازدحامات، قليلة كلش، مع العلم انه هذول المناطق دائما تصير مزدحمة وبيها سيارات بغير اوقات. هنكمل الحديث مالتنا. شرط الموبايل تضيف رصيد طبعا بالموبايل مالتك حتى تقدر تفعل البرنامج وتبدي تفتح البرنامج وتستقبل طلبات وتتوكل على الله. طبعا بقية الشروط مثل إجازة السوق، انه انت تقدر قادر على السياقة، ذن شروط بسيطة يعني بالتسجيل بالشركة. بقية الأمور بسيطة، بس أنت أهم شي إنه عندك إجازة سوق وموبايل وسيارة جديدة تقدر تشتغل بيها، وأهم شي هي مثل ما قلت لكم سيارة نظيفة، حتى أنت الوارد مالتها اللي راح تحصله راح يصير بنسبة كبيرة لك. بشغلة التاكسي موجودة بالعراق بيها صفة تقريبا تعتبر حلوة، وبنفس الوقت هي مو يعني ذيك الإيجابية، مو حلو شلون اذا تستخدمها غلط، اذا صار استخدامها هاي الشغله غلط، شلون انه كل ما تشتغل اكثر بالتاكسي بالعراق، كل ما ساعات التاكسي مالتك تكثر راح تحصل فلوس اكثر. طبعا هذا جزء موجودة بكل العالم، موجودة بهاي الشغله، انه من تشتغل اكثر راح تحصل اكثر، هاي ما بيها مجال. بس المشكلة انه انت اذا عندك سيارة مثلا نقول مو جديدة مو نظيفة من هاي السيارات مثل العادية، ما راح تضغط عليها اكثر تشتغل بيها اكثر، راح تكثر وياها العطلات مالتها. يعني انت راح تحصل من عندها مثلا 25 30 الف دينار وتروح توصل عليها 150 200 الف دينار 300 الف دينار بس تصليح. فهي هاي الصفة مو حلوة. طبعا الضمانات احنا اغلب الكباتن يشتغلون على الضمانات الموجودة، يعطوك وقت محدد 3 ساعات 4 ساعات تحصل بها 25 30، فهذا الشيء كلش حلو. توصل الضمانات لل100 الف باليوم، 100 الف تقريبا حاليا يعني تقريبا طبعا $75. نعم، بس هذا عمل متواصل من الصبح لليل، يعني تقريبا 12 ساعة إلى 16 ساعة باليوم، يلا تقدر تحصل هذا المبلغ، أو أكثر من 16 ساعة 18 ساعة 16 ساعة هيك. فهذا الشروط يعني مثل ما قلنا شروط تقدر تشتغل بهن تاكسي وتستفاد بهن بالعراق، خاصة محافظة النجف الأشرف. طبعا هذا فيديو قصير، ان شاء الله يكون ينال اعجابكم ورضاكم، وان شاء الله تستفادون من عنده. بالنسبة للزوار اللي يجون الى محافظة النجف الاشرف ويحبون يستطلعون او يحبون المناطق السياحية او المناطق الدينية الموجودة في محافظة النجف الاشرف بالعراق، ان شاء الله انا راح اسوي فيديوهات قادمة اشرح بها عن المناطق الترفيهية والمناطق السياحية الموجودة بالنجف، كذلك المناطق الدينية، وإن شاء الله الفائدة تعم للجميع. طبعا هذا الفيديو شفت أنا فيديوهات هواي من
عمل تاكسي بغير دول. واحد الفيديوهات اللي كان يعني انا اللي يعجبني هو الفيديوهات طبعا مالت التحدي. عجبتني انا هاي الفكرة، عجبتني. شفت اليوتيوبر جعفر، جعفر فلوج. انا طبعا احد متابعين اليوتيوبر جعفر فلوج، ويسوي تحديات بين سوى تحديات بين يوتيوبرية يشتغلون هم تاكسي بس بولايات مختلفة بأمريكا أو غيرها، بأوروبا أو غيرها بدول العالم كلها. فهذا الشيء عجبني، هم يحفز على العمل المتواصل، خليك انت تشتغل، وإضافة بفائدة لجميع الأطراف. وهذا الفيديو موجود عندي، اللي يحب يسوي تحدي وياي أنا هم موجود، ما عندي أي مشكلة. بس اكتبولي بالتعليقات اثناء مثلا اي يوتيوبر، اي واحد مثلا جعفر فلوج او اي يوتيوبر حاب يسوي وياي تحدي بساعات العمل، ماكو مشكلة. نشتغل سوا ونشوف يا هو اكثر شيء يشتغل باليوم ساعة 6 ساعات او 8 ساعات او 12 ساعة او اكثر، ونسوي هذا التحدي ونتفق على يوم ونبدي التحدي. طبعا هو من ناحية العمل ماكو مقارنة طبعا بين العراق وامريكا، خاصة بين محافظة النجف ومحافظة ولاية كاليفورنيا. طبعا هي ولاية من اعظم الولايات الموجودة بالعالم، والمبالغ اللي يحصلوها والعمل اللي يحصلوها يعني كمية الفلوس اللي يحصلوها مو نفس ما موجودة عندنا. فمو مقارنة من هذا ما نسوي تحدي من هذا الباب، نسوي تحدي على شقد انت تقدر تشتغل باليوم. من هذا الباب نقدر شوية يعني شو ما نقول ننافس بالتحدي. فأنا موافق على أي يوتيوبر يحاول أو يتحدانا عملية بشغل عمل التاكسي إن شاء الله. طبعا حاليا هذا شاهدين الحزام الأخضر الموجودات في محافظة النجف الأشرف. هذا الفيديو إن شاء الله كان ينال إعجابكم وتونستوا واستمتعتوا به إن شاء الله. مثل ما عودناكم أخوتي وإخواني وحبايبنا المشتركين، طبعا ما نريد هواي من عندكم، بس 5 مليون مشاهدة و5 مليون اشتراك و20 مليون مشاركة ولايكات. طبعا هسه انا حاليا رايح فوق البنزين. هذا النصب القرآن شوفوه اخوان، هذا النصب اللي على اليسار موجود بمحافظة النجف، نشروه قبل فترة، كملوه بناء او كمل، ونشروه همات على الفيس. طبعا حاليا رايح افول بنزين وارجع لان درجة الحرارة وصلت 50 والسيارة شعوطت بعد ما بيها مجال. النساء نحكي سيارة زينة، ترى سيارتي شعوطت. يلا نشوفكم بخير ان شاء الله. طبعا هنا نشوف ايش قد حصلنا خلال فترة الساعتين اللي اشتغلناه. تفتح البرنامج، تطب على بوابة الكابتن، تدخل على ساعات العمل. شوفوا شباب، السبت 15 يوليو 2023 ساعتين و3 دقائق كانت العمل. ايش قد حصلنا؟ حصلنا تقريبا 14,000 المبلغ المحصل. هذا السبت 15/4، لأن أنا بالأحمر 4 ب3 2750، يعني 3 7 ب4 11 ب3 14. هذا المبلغ اللي حصلناه خلال ساعتين. تقريبا مبلغ زين، لأن احنا إذا تستمر انت بعد ساعتين أو 3 يعني توصل مبلغ 25 أو 30 حتى تعبر 35 دخلك. تقدر تفول بنزين تقريبا 10,000 عراقي، والباقي لك 20 يصفى أو 25,000 دينار إلك. هاي طبعا احنا هذا المبلغ 14 خلال ساعتين. هو الشغل الظهر يصير حلو ومرتب، بس المشكلة الحر البي حار، يعني الجو كلش حار مثل ما قلنا لكم سابقا. طبعا لهنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله يكون نال إعجابكم ورضاكم.
لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضغط علامة اللايك. طبعا احنا نكبر بكم ان شاء الله. وهذا فيديو كان جدا بسيط عن شغل او عمل التاكسي داخل العراق في محافظة النجف الأشرف. يلا هنا خلص الفيديو ثيم مالنا.